إفريقيا الوسطى التي شهدت اضطرابات وأعمال عنف طائفية أدت إلى مقتل المئات. هذا لا يمنع المسلمون في هذا البلد من الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، لكن وسط توتر كبير تحديدا في العاصمة بانجي. قرب هذا المسجد وعلى بعد 5 كيلومترات من بانجي عاصمة إفريقيا الوسطى، تحاول هؤلاء النسوة الحفاظ على شيء من الابتسامة، ويتمنين أن يكون لهن من الإيمان ما يعينهن على صيام شهر رمضان. رمضان شهر عظيم، لا شيء يتغلب على إرادة الله. نستطيع الصوم والصلاة ولو مع الجوع وقلة الغذاء. الله يحفظنا. أتمنى أن يمضي على خير. نحن نؤمن بالله، ولكن نقص الغذاء يجعلنا نتخوف بعض الشيء. لا يوجد لدينا لحم لتحضير الطعام في رمضان. وفي أماكن أخرى من بانجي تبدو الأسواق شبه فارغة من السلع. لو كان لدينا سلع سنسلمها للذين يصومون رمضان. نريد أن يتم نزع السلاح من هذه المنطقة حتى نتمكن من البيع بسلام ويستطيع المسلمون التزود بما يشاءون. في هذا الحي دائما ذي الغالبية المسلمة يعيش السكان في خوف دائم. الاشتباكات الطائفية المتواصلة لا تنبئ بأي هدنة قريبة. ففي بومباغي وسط البلاد أدى مقتل 17 شخصا من الأقلية المسلمة إلى اندلاع موجة من العنف هذا الأسبوع بين ميليشيا أنتي بالاكا وميليشيا سيليكا، سقط خلالها العشرة من القتلى. أما في فرنسا فيستعد المسلمون ويتحضرون لإحياء شهر